بلاد العالم مليانة حكاوي، عادات غريبة وتقاليد مختلفة. مش لازم أبدا تسافر عشان تعرفها، لكن هتقدر معانا تلف العالم وانت قاعد في مكانك وتبقى كأنك بتعيش التجربة بالظبط. أنا جنى وهكون معاكم في بودكاست بلاد العجائب. في كل حلقة هناخدكم رحلة صغيرة البلد وهنعرفكم عاداتها الغريبة ونعيشكم معانا قصتها. النهاردة في بودكاست بلاد العجائب هناخدكم في رحلة لأغرب وأبعد جزيرة في العالم، واللي موجودة في أعماق المحيط الهادي، وهي جزيرة جالاباغوس. في الأصل هي مجموعة جزر بركانية تابعة للإكوادور، وموجود في الجزيرة دي حيوانات ونباتات مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. اتسمت الجزيرة بالاسم ده نسبة للسلاحف الضخمة اللي موجودة فيها، وكلمة جالاباغوس معناها صدف السلاحف البرية اللي بيوصل وزنها 250 كيلو جرام وبتنام 16 ساعة في اليوم، غير إنها بتعيش أكتر من 150 سنة. عشان كده طول ما انت ماشي في الشوارع هتلاقي رسومات واشكال للسلاحف والحيوانات النادرة على الجزيرة. ده حتى وانت سايق مش هتلاقي اشارات ان في شخص بيعدي فلازم تهدي السرعة، لا، انت هتلاقي اشارات للسلاحف انها بتعدي. ومع كل ده مش مسموح لك انك تلمس الحيوانات، وبالاخص السلاحف هناك، والا هتدفع غرامة. لكن هم مسموح لهم يلمسوك عادي جدا. عشان كده منصحش حد بيخاف من الحيوانات يسافر هناك. وعلى فكرة الجزيرة دي فيها اخر فصيلة من التنانين، واللي اسمهم ميني جودزيلا او مارين إجوانا، لأنها الوحيدة في العالم اللي تقدر تغوص. لكن ما تخافش، هم حجمهم صغير ونباتيين كمان، يعني تقدر تقرب منهم عادي. أما بقى كلب البحر فأنت هتشوفه طول ما أنت ماشي في شوارع الجزيرة. وكمان هتشوف طيور اسمها الأطيش أزرق القدمين، وسموهم كده عشان برغم جمال لون رجليهم الفيروزي إلا أنهم ما بيعرفوش يمشوا عليها. رحلتنا النهاردة خلصت، ودي كانت آخر رحلة في بودكاست بلاد العجائب اللي خدناكم فيه ل10 بلاد عجيبة وغريبة. شاركونا ايه اكتر رحلة عجبتكم، وايه البلد اللي قررتوا تسافروا لها.